السلام عليكم، صباح الخير. عاملين ايه الاخبار؟ فلوج جديد ان شاء الله. النهارده هنتكلم. انا كنت بعمل ايه دلوقتي؟ صح، النهارده بدري شويه لحد ما الساعه 7. فالنهارده انا لسه مخلص من امبارح تقريبا، او امبارح من يومين خلصت كتاب الهشة النفسيه. كتاب جامد جدا. صورت لسه مصور حلقه عن ترشيحات الكتب. اعتقد انها هتكون كويسه، فمهم انكم تستنوها على القناه الاساسيه، قناه عبد الغني رفض. فحلقة ان شاء الله تستفادوا بيها ويكون المحتوى بتاعها كويس. فيبقى شوفوها ان شاء الله. هتنزل قبل الفلوج ده، ماشي؟ هتنزل قبل الفلوج ده، تمام. اوكي. النهارده بقى هعمل ايه؟ عليها شويه تاسكات شويه كويسين. كان في دوره تاهيليه على التليجرام. كان ابراهيم امام الصخر الهادف. مم. اسلوب ما شاء الله كويس بصراحه في الشرح. يعني انا بصراحه بستمتع بيه جدا، وبشوف اسلوب الالقاء بتاعه جامد جدا. كان عامل دوره تاهيليه، او كان بيعمل لايفات مع الدكتور عبد الرحمن، حاجه كده مش فاكر اسمه ايه بالظبط. فانا النهارده ان شاء الله هخلص الدوره ديت جدا تماما. ان شاء الله لازم اخلصها. ده هدف او التاسك بتاع النهارده. وهقرا كتاب، او الروايه بتاعت ورثة آل الشيخ، لازم اخلصها النهارده. او ممكن اخلصها، يعني اقعد يومين كده ولا حاجه اخلصها. بس لازم تخلص يعني في اقل فتره ممكنه. انا خلصت اكشولي خلصت نصها. بس لازم اخلص الجزء التاني، لان الروايه دي طولت كتير جدا. ف فيلا بينا نبدا بقى التاسكات بتاعتنا. يعني الجو كويس برضو الصبح كده، اللي هو الدي لايت بتاعنا بيبقى جامد جدا. يعني سبحان الله، ربنا انعم علينا بنعمه الشمس جامده جدا. فيلا بينا نبدا التاسكات بتاعتنا. شياكة وأناقة، شياكة وأناقة كده، حاجة جمدان يعني. جمدان. الدنيا بايظة خالص، مكركبة. حصل صدفة غريبة كده، وإن إحنا كنت لسه قاعد وعلى حسب ما مظبط خطة وعامل بلان والدنيا دي كلها. بس عايز أقول إن مفيش حاجة بتمشي تبع الخطة تماما خالص يعني. لازم يكون عندك مرونة في الخطة. فجالي شغل كده ضروري دلوقتي حالا. فسبت كل حاجة وقلت أروح الشغل، لأن ديت فعلا الظروف كانت صعبة جدا. راح الشغل النهارده دلوقتي. فدعواتكم بقى، يلا بينا. غيره ناحية كل شهر كل شهر واحدة الظهر، شرطه 3 الفجر. آه. ما اعرفش احنا وصلنا البدرشين دلوقتي خلاص. في البدرشين. وده صديق عمر اللي قلت لكم عليه. كان ما شاء الله يعني حد كويس ما شاء الله، ربنا يكرمه باخلاقه يعني. وكمان بيحفظ قرآن كريم في مجمع التقوى. فمستمتع معانا يا عم عمر. عامل ايه؟ فرحان معانا؟ ايه مبسوط معانا كده؟ مبسوط اللي انا شفتك بصراحه. حبيبي. استنوا بقى، يعني الدنيا هنا رايقة خالص، فبعيد عن الشوشرة ممكن يكون في صوت كده وبتاع. بس الدنيا هنا هادية شوية يعني. فاحنا رايحين دلوقتي، احنا في موقف المنيب. هنركب بقى للمنيب، وبعدين بقى نبتدي الرحلة. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. يعني هو احنا دلوقتي جنب الأهرامات خلاص. وصلنا مكان، يعني وصلنا جنب الأهرامات. والطريقة قربت تخلص. والتليفون هيفصل. إن شاء الله نحبس نصور صورة كده. الأهرامات من جوه والدنيا دي كلها.
وصلنا البيت بعد يوم شاق. الصراحة النهاردة مشينا روحنا بدري يعني، فاليوم كان صعب والتليفون فصل ومعرفتش اصور شوية حاجات، كان في شوية حاجات كنت عايز اصورهم معرفتش اصورهم للأسف. فنعسان اوي، الفجر جدا، القرآن الفجر شغال. فان شاء الله بقى ايه نريح عشان انا عايز انام، فاصل وعايز انام اوي. فنتكلم ان شاء الله النهاردة الصبح اول ما نصحى. نشوفكم الصبح ان شاء الله. يا صباح الخير، عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ نمت اخرت اوي في النوم. يعني الوقت الساعة تيجي 2 الوقت بس. يعني الواحد ريح بقى لان كنت تعبان فعلا. بس هتكلم في كام نقطة كده على السريع. كم نقطة فعلا إن هما يفرقوا في حياة الناس. أول نقطة الصحبة يعني لازم تختار صحبتك كويس. صحبتك زي ما بيقولوا الصاحب ساحب. الكلام ده يعني أنا مستعد إن أنا أبصم عليه بالعشرة إن الكلام ده صحيح 100%. الصحبة بتأثر بطريقة غير مباشرة ومباشرة، مباشرة وغير مباشرة يعني. هجيب لكم دليل دلوقتي بس. يعني المهم انك انت تختار الصحبة اللي حواليك، لانك انت صحبتك بتأثر عليك بشكل كبير جدا. يعني هم لو مثلا ناس فعلا اتقياء وكويسين ومحترمين، هتلاقي نفسك زيهم. لو هم ناس بيصلوا فانت هتلاقي نفسك بتصلي. حتى لو عانيت مثلا مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، فبتلاقي الدنيا بتظبط بعد كده يعني. انا امبارح واحنا ماشيين، انا وصديق عمر اللي انت شفتوه في بداية الفلوج. كنا ماشيين عادي والدنيا. فالمهم الساعة بقت 11:30 وخلاص الظهر هيأذن. فانا قلت له خلاص. قعدت اللي هو آه، اعبط فيه شوية كده. قلت له هنصلي في مكان تاني، فهو قال لا، مش هنمشي الا لما نصلي. ما مشيناش فعلا لما صلينا. وقعد يعني لازم هنصلي. وكانت الصلاة عنده حاجة فارقة جدا. مش هنمشي لما نصلي خلاص. فعايز اقول لك ان اي عمل هتعمله متهيألي لو في اي عمل خير في اي مكان تاني كان برضه هيعمل كده وهيشدني برضه ويقول لي يلا يلا لازم تيجي. فانت مهما بعدت عن ربنا والكلام ده، هتلاقي نفسك هو اللي بيشدك، هو اللي بيقولك تعالى، هو اللي بيقولك قرب. دايما بيسحبك للخير، دايما بيعينك على فعل الخير، دايما بيشدك للطاعات والكلام ده، مش بيشدك للمعصية. دايما بيكون سند ليك في أوقات الشدة. دايما بيهون عليك الأيام الصعبة. دايما هو اللي وقت ما تيجي يكون في موضوع شغلك جدا كتير، فبتلاقيه بيقول لك مثلا على الحل الكويس دايما. واعتقد يعني في اسرار ممكن تقولها لصاحبك اللي هو القريب منك جدا، ما تحكيهاش لاي حد تاني. انا عندي صديقي محمد ربيع ما شاء الله ربنا يبارك فيه. كان في اوقات انا كنت ببقى فيها تايه وما اعرفش اي حاجه، وسبحان الله هو كان بيدلني وكان بيرشدني وكنت برتاح له جدا. ووقت ما ببقى مثلا في فتره فيها انتكاسه وبعيد عن ربنا شويه، هو اللي بيقربني. هو اللي ما شاء الله بيكلمني بطريقة ما شاء الله ممتازة. وهو عارف دماغي ماشية ازاي، وعارف انا مثلا بتعايش مع الامور ازاي. فبيشرح لي كل حاجة. ربنا يبارك فيه يعني. فعايز اقول لك ان الصحبة ديت هي اللي بتشكلك. الصحبة حاول انك انت تختار صحبتك من بدري. ولو في ناس سوء، حاول انك انت ايوه خليك عارفهم، لان برضو بناء العلاقات والكلام ده برضو مهم. بس لازم برضو ما تقربش منهم بدرجة ان هم يسحبوك معاهم. لا انت يعني لو هتقدر تتأقلم وتقدر، بس برضه هيأثروا. فبلاش تقرب منهم قوي وخليهم كده على جنب على الرف كده. ايوه هما كويسين، ايوه ماشي، وانت مصاحبهم بس مش مقرب منهم خالص، بحيث انك انت ما تختلطش معاهم. لانك انت هتتشد مهما كان وضعك ومهما كان دينك، وعلى انت
على برضه هتقع. تمام. فالله المستعان يعني. وعايز اقول كمان ان انا قافل السوشيال ميديا من قيمة 3 4 ايام كده. قافل واتس وفيس، وانا ما عنديش اصلا اي سوشيال ميديا مثلا زي الانستجرام والتويتر والحاجات الفكسانة دي كلها. مش عندي، مش منزلها يعني، مش عامل عليها حسابات. كنت عامل عليها حسابات بس لغيتها وبرضه مسحتها، فمش مقرب منها. والفيس والواتساب لسه قافلهم من 3 4 ايام كده. وعايز اقول لك، مش قادر اوصف لك كمية الراحة النفسية اللي ممكن توصل لها. اول حاجة انا بصراحة جربتها من اول ما مسحتهم في نفس اليوم، في نفس الدقيقة او نفس اللحظة. قسما بالله مش قادر اوصف لك مدى السعادة ومدى الهدوء ومدى الاسترخاء وراحة البال اللي انا حسيتها في اليوم ده. سبحان الله، من اول ما مسحتها. فالموضوع فعلا يستحق. كان في كتاب الهشاشة النفسية، لسه كنت قارئه من كذا يوم وخلصته الحمد لله. كان بيتكلم على نقطة فيها السوشيال ميديا وأضرار السوشيال ميديا، وإن هي بيئة مش لطيفة خالص. وإنك أنت لازم من كل سنة مثلا يكون عندك يوم أو يومين، اليومين دول تفصل فيهم عن السوشيال ميديا خالص، تمسح أي سوشيال ميديا وتقعد بس كده بعيد عن أي سوشيال ميديا. الموضوع فعلا يستحق. وحاول تجرب الموضوع ده، أنا جربته كذا مرة قبل كده. انا واثق 100%. وكل الناس ما شاء الله، كل الناس بلا استثناء، اي حد جرب التجربه ديت قال لك انا عشت ايام وكان الانتاجيه بتاعتي كانت كويسه قوي. من ابو زيد ناس كتير قوي، ناس كتير قوي ما اقدرش اعدهم دلوقتي، كانوا برضو جربوا التجربه ديت وفعلا قالوا ان هي تستحق. فحاول تجرب التجربه ديت. انا جربتها كذا مره والحمد لله كانت افكتيف معايا قوي، وما شاء الله الانتاجيه كانت كويسه الحمد لله يعني. وكان فيه راحه بال ومفيش تشتت كتير. التليفون الحمد لله الوقت بقى بيبعد عني كتير، مش بقرب منه كتير. الاول كنت وقت ما اذاكر بجيبه وبسحبه اقعد اسكرول كده بلا طائل ولا بلا فايده. فالحمد لله الموضوع الوقت بقى كويس، وفيه شويه سكينه كده، اللي هو احساس الهدوء كده اللي من جوه. فالحمد لله يعني. برضو تالت حاجة عايز اتكلم فيها، وهي المرونة في وضع الخطط. انا عملت خطة امبارح الحمد لله يعني. ربنا قدر كده وكتب ان هي ما تمشيش زي ما هي كده. فعادي يعني، لازم يبقى عندك مرونة في الخطة. عملت الخطة الحمد لله بقى، اعمل اللي عليك. عملت الخطة وما ظبطتش، عادي ممكن تأجلها يوم تاني. عادي ممكن تعمل الحاجات ديت في أي يوم تاني. خلاص مش نهاية المطاف يعني إن خلاص على كده وتقفل وتعمل. لأ، كمل واعمل خطة جديدة. البني آدم لازم يكون عنده مرونة في وضع الأهداف وتحقيقها. فالله المستعان يعني. ربنا يوفقنا جميعا ويعيننا على فعل الخير، ويرزقنا الصحبة الصالحة اللي تعيننا دايما على الخير، واللي دايما تشد من أزرنا، واللي دايما تنفعنا. مبسوط جدا لمتابعتكم. ويا ريت يعني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا زر الجرس والكلام اللذيذ ده واللايك. ولو ما عجبكش برضه ديسلايك. فيعني ايه، اللي يعجبك يعني، سواء المحتوى عجبك فدعمك هو مشاهدتك للفيديو، وانك انت تكتب لنا تعليقك ايا كان هو، حتى لو تعديل في الكونتنت نفسه او الطريقة اللي بيتعرض بيها الكونتنت او الكواليتي بتاع الكونتنت. فربنا يجزيكم عنا خير، ونشوفكم في فلوج جديد ان شاء الله يكون في حركة شوية كده.